هيك بقول إنه كل شخص أساء لي سوف ألاحقه قضائياً، فإحنا في بلد قانون، خاصة إنه اللي صار هو شيء طبيعي جداً. للنجاح ضريبته الغالية الثمن، وللشهرة عوالمها الخفية التي تسرق أحياناً ما لا يقدر بثمن. هذا تماماً ما حدث مع إعلامية مغربية صعدت بسرعة الطائرة لكنها هوت بسرعة الصاروخ. ترى كيف حدث ذلك؟ ببساطة عندما قذفت مطربة شهيرة بحجر صغير للغاية وإن كانت تستحق، ونسيت في نفس الوقت أن بيتها الزجاجي البراق بسبب أضواء الشهرة قد يكسر بل ويتفتت في أي لحظة. سأحكي لكم حكاية مريم سعيد. أنا هايدي يسري وهذا ملخص القصة. تخرجت مريم سعيد من المعهد العالي للصحافة والإعلام، وانضمت بعد ذلك إلى مجموعة MBC في عام 2010 كي تصبح بعد ذلك من أبرز مذيعات المحطة انتشاراً في العالم العربي عبر تقديمها نشرة الأخبار الرئيسة 9. شاركت مريم بتقديم برنامج ET بالعربي الذي أذيع على قناة MBC4 منذ عام 2015 حتى توقفه عام 2017، وتابعت في نفس القناة في برنامج تريندينج الذي بدأ عرضه مطلع عام 2018 وما زال مستمرا بنجاحاته حتى اليوم رغم اختلاف نجومه. لم تكن مريم وجها إعلاميا فحسب، كانت أيضا وجها إعلانيا بامتياز لعدد من العلامات التجارية العالمية، فهي الوجه العربي الأول لنيتروجينا في حملتها العالمية الأشهر التي تحمل عنوان تحقيق كل ما هو ممكن See What's Possible. تلك الحملة التي تهدف إلى تحفيز السيدات على تحدي الوضع الراهن في حياتهن الخاصة. وهنا كانت المفارقة. لم تستطع مريم أن تتحدى ما أرق حياتها الخاصة بل ونجاحاتها الخاصة الإعلامية منها والإعلانية معا في آن واحد. فقد تعرضت الإعلامية المغربية لحملة سلبية قوية تمس أخلاقياتها وتحوم حول ماضيها الخاص خلال مشاركتها في تقديم برنامج ET بالعربي بعد استضافتها منى السابر طليقة زوج الفنانة المغربية دنيا بطمة. قامت منى السابر بمهاجمة دنيا بطمة، فاعتبرت الأخيرة أن مريم سعيد تريد تشويه صورتها. ردت دنيا بطمة بنشر صورة غير لائقة لمريم سعيد، كما نشرت وثيقة تظهر أن مريم كانت تعمل في منزل أحد الأمراء في الخليج. ونشر أيضا مقطع فيديو قديم لها تظهر فيه بأحد أماكن السهر بطريقة غير لائقة. قامت دنيا بطمة بإرسال هذه الوثائق إلى خطيب مريم سعيد المغربي الجنسية كريم ظريف، متسببة بذلك في إلغاء زواجهما قبل يومين فقط من موعد الزفاف. فأكيد الكل قرأ أو سمع خبر قراري فسخ خطوبتي وإلغاء زواجي اللي أعلنت عنه ببوست على إنستغرام. لم يقتصر الأمر على حياتها العاطفية بل تخطاها لحياتها المهنية، فقد تم فصل مريم من عملها في القناة. وأنا يعني وصلت لليوم اللي لازم أقول لكم جود باي، بس مش فور لونج، إن شاء الله حرجع أشوفكم. ولأن دوام الحال من المحال لم تقف مريم على عتبة الثبات المليئة بالقيل والقال، فالثبات الوحيد هو التغير. ففي عام 2015 انتشرت أخبار تشير إلى وجود علاقة بين مريم سعيد والفنان المغربي سعد المجرد. كانا قد ظهرا معا في أكثر من مناسبة، حيث اصطحبها سعد المجرد معه في حفله الغنائي الذي أحياه في مصر. بعدها دخلت مريم سعيد القفص الذهبي في حفل زفاف ضخم في لندن من رجل أعمال خليجي قيل بأنه كويتي بحضور عائلتهما معا وأصدقائهما المقربين. بعد ارتباطها وإنجابها مولودها الأول تردد أنها قد تعود مجددا إلى الساحة الإعلامية من خلال برنامج جديد لا علاقة له بالمجال الفني. بالتأكيد مريم، نحن في انتظارك على أحر من الجمر، نحن في انتظار عودتك أيتها المميزة الموهوبة والساحرة. وتذكروا دائما يقال